السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التيست الثالث في المجموعة بتاعة ريد سي هو تيست الكالسيوم. الكالسيوم احنا اتكلمنا عنه قبل كده واحنا بنتكلم عن التيستات بتاعة اي بي اي. لو عايز تعرف عنه معلومات وتعرف هو الكالسيوم ليه قياسه مهم تقدر ترجع للحلقة بتاعة تيست اي بي اي. العلبة بتاعته زي بقية علبة التيستات عليها التعليمات والمنتج، وان التيست ده بيكفي لحد 75 مرة. وطبعا العلبة اللي هي البرو بيبقى موجود فيها بخلاف الغلاف اللي هو بتاع الريتيل او بتاع البيع، جواها العلبة اللي انت بتحفظ فيها تيست مجموعة الادوات بتاعته او مجموعة الحاجات اللي موجودة في العلبة، بحيث حبيت تخزنها تسيبها في مكان بعيد امن عن الاطفال وما يوصلهاش مثلا مية ولا حاجة. دي العلبة بتاعتها. طبعا هرجع انبه عليك تاني ان في تنبيه مهم اتقال في معلومات عن شركة ريد سي في تيست الحلقة بتاعة تيست المغنيسيوم بتاعة ريد سي. فلو انت حابب ممكن ترجع بس ليه وتعرف ايه التنبيه اللي اتقال عن شركة ريد سي. زي ما قلنا العلبة بتاعة التستات اللي هي بتاعة العلبة بتاعة التست بتبقى قوية من الفبر كده او من البلاستيك القوي عشان تحفظ لك المجموعة بتاعت الأدوات اللي هي بتاعت الاختبار. يعني حاجة من الحاجات الظريفة برضو اللي تاخد بالك منها إن كل تيست من التستات بتاعت ريد سي هتلاقي اللي هو المقدمة بتاعت السائل اللي هي بتاعت السرنجة بتاعت المعايرة مختلفة، اللون بتاعها مختلف. في المغنيسيوم شفاف تقريبا، في الكي اتش مختلف، هنا في الكالسيوم هتلاقيها لونها أحمر. دي حاجة من ضمن الحاجات الاختلافات ما بين التست والتاني. عندك هنا في محلول الاختبار اللي هو رقم C، والباودر اللي هو رقم B، والمحلول الاختبار رقم A، والسرنجة اللي بنسحب بيها عينة المية، والقارورة اللي احنا بنختبر بيها، والتعليمات، وفي ظهرها اللي هو الجدول اللي احنا بنعرف منه نقرا النتيجة بتاعتنا عاملة ازاي، والحامل اللي احنا بنركب فيه السرنجة بتاعت المعايرة والقارورة. هنسحب 5 مللي من مية الحوض اللي احنا بنقيس فيه نسبة الكالسيوم. هنحط 5 نقط، طبعا نرج الازازة كويس من المحلول اللي هو رقم A 5 نقط، ونرج لمدة 10 ثواني. بعد كده القارورة اللي هي بتاعة العينة بتاعة المية اللي احنا بنقيس فيها الكالسيوم او تركيز الكالسيوم في الحوض بتاعنا. الخطوة اللي بعد كده احنا هناخد الباودر اللي هو في العلبة رقم B، بيبقى معاه كده زي معلقة صغيرة جدا، يا دوب هناخد على قد سطح المعلقة من الباودر، نمسحها كده ونطلعها وننزله على عينة المية اللي احنا جايبينها من الحوض. شايفين تغيير اللون عمل ايه بالظبط؟ سريع. نبدأ نرج العينة دي لمدة 20 ثانية. ده كله عشان بنخلط المادة اللي احنا ضفناها بالعينة بتاعة المية، ونبدأ ندخل في مرحلة المعايرة اللي هو او التايتريشن، بان احنا هنسحب 1 ملي من المحلول رقم C بالسرنجة بتاعتنا، ونركب القارورة في الحامل بتاع المعايرة اللي هو التايتريشن ده الهولدر، ونركب السرنجة برضو بنفس الطريقة بتاعت كل التستات اللي فاتت. ويعني احنا بنسحب برضو زي ما قلنا مرة واتنين كده عشان بس نتأكد ان الدنيا تمام. وزي ما قلنا في مساحة برضو هتبقى فاضية، دي اللي هي موجودة في اول السرنجة بتاعت المعايرة. طبعا احنا شايفين اللون بتاعنا هو بامبا او بينك فاتح زي ما احنا شايفين، وهو بيقولك عشان تبقى انت وصلت للقراية بتاعتك اول ما اللون يتحول للازرق اللي هو ازرق مش شبيه بالازرق. زي ما احنا شايفين كده دي مقارنة الالوان. في حاجة ظريفة كده في التستات دي ان هو بيقولك مثلا ايه، يعني مثلا في تيست المغنيسيوم يقولك ضيف 3 نقط وبعد كده ابدأ عد. في تيست مثلا الكالسيوم يقولك ضيف 5 نقط وبعد كده ابدأ شوف، لان هو عارف ان كده اكيد في عندك نسبة مغنيسيوم نسبة كالسيوم. فهو بيقول لك ايه، ما تقعدش بقى من اول نقطة، لا انت ممكن تحط 4 5 نقط في الاول وبعد كده ايه تبدأ بقى تقيس ومش عارف ايه.
تغيير اللون طبعا بيبقى سريع، بس زي ما قلنا اللون هيقلب من موف من بامبا لازرق، ما يبقاش شبيه بالازرق. يعني هتلاقي اللون بتاعنا دلوقتي بيقلب مرة واحدة يبقى موف او اللي هو داخل في بنفسجي، ولكن الدرجة اللي احنا عايزين نوصل لها عشان نبقى احنا وصلنا للقراية الصح هي الازرق. وقت ما انت وصلت للازرق هتشوف انت استهلكت قد ايه من اللي كان في سرنجة المعايرة، واللي انت استهلكته ده نرجع بيه للجدول اللي في ظهر التعليمات. هيقول لك ان انت الكمية اللي استهلكتها دي عشان تحول من اللون زي ما قلنا البامبا للون الازرق اللي احنا شايفينه دلوقتي ده معناه ايه بالظبط، الكالسيوم نسبته عندك ايه بالظبط. عشان تعرف برضو الرينج بتاع الكالسيوم المناسب ممكن ترجع للحلقة بتاعت التستات بتاعت API وتعرف ايه رينجات الكالسيوم المناسبة لحواض المارين، وتعمل ايه عشان تزوده وتقلله في الحوض بتاعك. زي ما احنا شايفين كده القراية هنا كانت 6.5 متهيألي في من السرنجة مستخدمينها. احنا كده خلصنا. اتمنى يكون الموضوع عجبك. لو انت عجبك المحتوى اللي بيتقدم هنا على القناة تقدر تعمل لايك وسبسكرايب او اشتراك في القناة. ولو عايز تتواصل معي على طول دايركت ممكن على جروب الفيسبوك احواض المالح للمبتدئين الاحواض البحرية. السلام عليكم ورحمة الله.